اهلا بيكم يا حبايب محمود جمال في حلقه جديده من حلقات المحليات. تنساش اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس. والحديث عن لقاء السوبر المصري بين الزمالك والاهلي. هنتكلم عن اللقاء بشكل فني. اوه جمهوره ده حماه، اوه الحلوه والمره معاه. طبعا الاهلي انتصر على نادي الزمالك بهدفين نظيفين. هنتكلم عن جوزوالدو فيريرا، المدرب من وجهه نظري مدرب قليل جدا فنيا. المدرب بتاع الطريقه الواحده 3-4-3. طبعا اصابات حصلت في نادي الزمالك ارهقت الخطه اللي كان عاملها جوزوالدو فيريرا بعمر جابر اليمين واحمد ابو الفتوح شمال، لكن اصابه فتوح واستهلاك الخطه 3-4-3 واعتماده بشكل كبير ان زيزو كجناح شمال بشكل قليل جدا. نروح الناحيه الثانيه، مارسيل كولر لعب بطريقه مميزه جدا 4-2-3-1. برونو سافيو برازيلي ابيض ورقصه سامبا، برازيلي ابيض ورقصه سامبا. النهارده برونو سافيو كان رائع جدا وكان ممتاز جدا جدا جدا. طبعا تفوق على الدفاع. طبعا رعونه في التمرين من نادي الزمالك خطفها برونو سافيو وحطها ببطن رجله، هدف عالمي من لاعب عالمي. قعد يشككوا، قعد يقولوا ده مصاب، قعد يقولوا ده موقوف. قال لهم انا مش موقوف ولا مصاب، انا قدمت اوراق اعتمادي. طبعا كريم فؤاد يا جماعه لاعب مرن. يعني ايه مرن؟ لاعب بيلعب في اكتر من مركز. جناح يمين هتلاقيه، باك رايت هتلاقيه، باك ليفت هتلاقيه، في وسط الملعب هتلاقيه، على قفاها تنور، على راسها تنور. كريم فؤاد النهارده بيقدم اداء رائع جدا. نادي الزمالك النهارده في الشوط الاول ضغط في اول ثلث ساعه، لكن الاهلي ساب الكوره. يعني ايه ساب الكوره؟ يعني ايه كلمه ساب الكوره؟ ساب الاستحواذ الفريق اللي قدامه، لعب على الهجمات المعاكسه. في اخر ثلث ساعه النادي الاهلي تالق وسيطر واحرز هدف برونو سافيو. الشوط الثاني طبعا التاكتكس والتحفظ من الفرقتين، حتى والاهلي كسبان كان في تحفظ شديد جدا من اثنين مدربين الفنيين، لكن من استغل الفرص هو النادي الاهلي، من تفوق هو النادي الاهلي، من فاز هو النادي الاهلي. وفي الاخر بنقول مليار تريليون مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك. واخر الكلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.